هل كودي رودز هو اللي هيفوز بالرويال رامبل 2023 ولا الروك؟ وهل ماكمان ابتدى يتدخل تاني في السيناريوهات ويغير فيها حاجات ولا ايه الكلام ده؟ وجون سينا بيلمح بنفسه عن مين هو خصمه في راس المنيا 39. وتعالى برضه اقول لك هل جون سينا هيشارك في الرويال رامبل ولا لا؟ واخيرا هقول لك على تفاصيل اصابه راندي اورتن وهل هيشارك في الرويال رامبل ولا لا. تعالى معايا وانا اقول لك كل حاجه بالتفصيل. اعمل انت بس فولو على الانستجرام وما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. Give me a hell yeah! Acknowledge me. بعد ما كودي رودز امبارح اعلن بنفسه انه هيرجع في الرويال رامبل، من بعدها بقيت متاكد بنسبه 100% ان الروك هو اللي هيفوز بالرويال رامبل، لانهم يعتبروا كده حرقوا النتيجه امبارح لما اعلنوا عن رجوع كودي رودز في الرويال رامبل. لان لو كودي رودز هو اللي كان هيفوز بالرويال رامبل ما كانوش اعلنوا عن عودته وما كانوش طلعوا اي اخبار طول الفتره اللي فاتت دي كلها ان كودي رودز ابتدى يتعافى من اصابته وانه هيرجع قريب والشغل ده كله يعني. لا، كانوا خلوها مفاجاه وخلوا كودي رودز يبقى هو مفاجاه الرويال رامبل ويظهر مره واحده كده في المباراه وهو اللي يفوز بيها. لكن بعد اعلانهم امبارح عن رجوعه اعتقد انه لازم يبقى في حد تاني يبقى هو مفاجاه الرويال رامبل وهو اللي يفوز بيها. ومن وجهه نظري مفيش حد هيبقى مفاجاه الرويال رامبل غير اتنين بس، يا اما الروك يا اما راندي اورتن. بس بقى راندي اورتن لحد دلوقتي لسه بيقولوا ان اصابته خطيره جدا وانه عشان عنده 42 سنه يعني وكده فالاصابه مش سهله عليه، وخصوصا ان اصابته جايه له في الغضروف وعشان سنه كبر وكده فالاصابه هتاخد وقت اكبر على ما يتعافى منها، وان الاصابه دي لو كانت جايه له وهو صغير كان اتعافى منها بشكل اسرع من كده. لكن كل الحكايه ان العظمه كبرت، ده يعني اللي منتشر بشكل كبير جدا عن راندي اورتن. فممكن يكون الكلام ده فعلا صح وممكن يكون عشان يخلوه يبقى هو مفاجاه الرويال رامبل. ولكن لو هتسالني عن توقعي او رايي الشخصي يعني في الحته دي هقول لك ان انا شايف ان الكلام ده صح وان راندي اورتن لسه مصاب، فكده مفيش حد هيبقى مفاجاه الرويال رامبل غير ذا روك الكتريفاينج. لان زي ما قلت لكم قبل كده انهم بيلمحوا بالكهرباء دي في البوستر الرسمي بعوده الروك، ولكن برضو في احتمال تاني كده انهم ممكن يكونوا حاطين الكهرباء دي عشان خاطر بس يزاولونا مش اكتر، ويبقى الكل متوقع ان الروك هو فعلا اللي هيفوز بالرويال رامبل وبعد كده مره واحده يغفلونا ويعملوا حاجه غير متوقعه ويخلوا كودي رودز هو اللي يفوز بيها. وخصوصا ان ماكمان رجع فتوقع ان اي حاجه ممكن تحصل، اي حاجه، ده ممكن يخلي لك اوستن سيري هو اللي يفوز بيها اساسا يعني. ولكن على اي حال انا لسه عند كلامي ان الروك هو اللي هيفوز بالرويال رامبل 2023 وممكن جدا يكون هو اللي هيطلع كودي رودز من المباراه. وفي الحاله دي كده كودي رودز هيدخل في العداوه مع الروك ورومان رينز وممكن يلعبوا هما الثلاثه مباراه ثلاثيه في راس المنيا في الليله الثانيه على الالقاب. ولكن انا لسه عند كلامي ان كودي رودز مش هو اللي هيفوز بالرويال رامبل. اما بقى بالنسبه لفينس زفت ده عليه وعلى اللي جابه بيعمل ايه في الاداره من ساعه ما رجع، فبص يا معلم، قبل عرض سماك داون اللي فات تريبل اتش اجتمع مع المصارعين وقال لهم ان ماكمان راجع عشان يبيع الشركه وبس ومش هيتدخل لا في سيناريوهات ولا هيتعامل مع حد فيكم، واحنا زي ما احنا مفيش اي حاجه هتتغير من ناحيه الفريق الابداعي والسيناريوهات والكلام ده كله يعني. ده الكلام اللي قاله تريبل اتش للمصارعين. ولكن بعدها بيومين بالظبط طلع تقرير كده من صحيفه زيرو نيوز بتقول ان ماكماني ابتدى يدي اقتراحاته في السيناريوهات وابتدى يدخل في كتابه السيناريوهات وانه شويه شويه ممكن يطرد تريبل اتش خالص من منصبه كمدير للمحتوى الابداعي يعني، ويرجع هو يمسك كل حاجه من تاني، كتابه السيناريوهات والفريق الابداعي وكل حاجه. هيجي لحد دلوقتي يسالني ويقول لي طب هل هو ممكن ماكمان يعمل كده فعلا ولا لا؟ هقول لك ممكن جدا جدا، لان ماكمان بيغير جدا من نجاح تريبل اتش رغم ان النجاح ده دايما بيبقى في صالحه هو والشركه كلها. لكن فينس زفت ده ما بيحبش غير نفسه وبس. وعلى فكره هي مش جديده عليه خالص انه يطرد تريبل اتش، لانه بالفعل عملها قبل كده ايام ما كان تريبل اتش ماسك الان اكس تي وعامل فيه جمدان وعظمه حرفيا. يعني مباراه الور جيمز دي اول مره لما اتعملت في الان اكس تي وكان تريبل اتش هو اللي عاملها. عاوز اقول لكم اصلا ان في الفتره دي الناس من الجمدان اللي كان تريبل اتش عامله الناس بقت بتتفرج على الان اكس تي اكتر من الرو سماك داون. فهو لما لقى ان تريبل اتش ناجح عنه وان الناس عاوزه تريبل اتش ومش عاوزاه هو في الفريق الابداعي فراح جاي طارد تريبل اتش وفريق الابداع بتاعه كله من الان اكس تي بدون اي سبب. هو كده وخلاص، انا صاحب الشركه بعمل اللي انا عايزه. هو ده ماكمان والله، وبقى هو اللي ماسك الان اكس تي ساعتها وبوظه ودمره خالص. فعشان كده بقول لكم ممكن قريب جدا تلاقوني طالع بقول لكم ان فينس زفت عليه وعلى اللي جابه طرد تريبل اتش من اداره المحتوى الابداعي.
وفي حاجه بقى تانية كده ضحكت عليها جدا والله. بروك ليسنر قال انا مش عاوز حد يكتب لي سيناريوهاتي غير ماكمان، عاوز ماكمان هو اللي يكتب له كل حاجه. بصوا انا عارف ان بروك ليسنر بيحب ماكمان، ولكن انت تحبه وتعكنن علينا احنا يعني؟ ما هو لما بروك ليسنر يقول تصريح زي ده، وبروك ليسنر حد تقيل جدا، فبكده فعلا تريبل اتش هيعمل ايه في حاجه زي دي؟ بروك عاوز ماكمان اللي يكتب له سيناريوهاته، وماكمان بيتلكك اصلا عشان يكتب سيناريوهات، فبكده ماكمان يكتب سيناريو لبروك ليسنر، وبعدها بشويه نشوفه بيكتب لرومان رينز، وبعدها لاوستن سيري، وخلاص بقى مع السلامه انت كده يا اتش. فعشان كده بقول لكم ان ماكمان بيتدخل واحده واحده لحد لما يتمكن ويطرد في الاخر تريبل اتش، او ان ساعتها تريبل اتش ما يلاقيش لنفسه مكان، او ما يلاقيش انه ليه لازمه، فيروح مقدم استقالته زيه زي ستيفاني ماكمان. تكمله بقى للتقرير بتاع زيرو نيوز بتقول ان في حاله لو تريبل اتش مشي من الشركه او ان الشركه اتباعت، فتريبل اتش وستيفاني ماكمان هيفتحوا شركه مصارعه خاصه بيهم، بس طبعا حاجه زي كده محتاجه ملايين، والفلوس اللي معاهم ممكن ما تكفيش. فالصحيفه دي قالت ان في شركات كبيره ممكن تتدخل معاهم وتمول لهم المشروع، وخصوصا بعد النجاح الجامد اللي حققه تريبل اتش في الدبليو دبليو اي، والكل يشهد على كده يعني. فاللي هيدفع دولار واحد دلوقتي مع تريبل اتش عارف ان فيما بعد الدولار ده هيرجع له مليون دولار مثلا يعني. وتريبل اتش على فكره محبوب جدا جدا بين المصارعين، واي حد بيحب انه يشتغل معاه، واولهم بري وايت. فدلوقتي لو تريبل اتش بيفكر يعمل كده او ناوي يعمل كده، فانا بقول لكم اهو ان تريبل اتش ممكن ينجح، ونجاحه ده يقفل اصلا الدبليو دبليو اي اساسا يعني. بس ده في حاله ان لو ماكمان فضل فيها، او طرد تريبل اتش، او ان تريبل اتش استقال، او لو ان الشركه اتباعت. اما بقى عن جون سينا، فكانت الاخبار كلها الفتره اللي فاتت بتقول ان خطه جون سينا في راس المنيا 39 انه هيلاعب لوجان بول، ولكن طلعت بعدها اخبار تاني بتقول ان جون سينا هيرجع لخطته الاولى بانه هيلاعب اوستن سيري في راس المنيا، لان لما جون سينا رجع في اخر عرض سماك داون في 2022 صور فقره مع اوستن سيري، بس الفقره دي ما اتذاعتش، هم كانوا مصورينها احتياطي يعني وكده لحد لما يستقروا هيعملوا ايه. لو كانوا استقروا على ان الخطه ان جون سينا هيلاعب اوستن سيري في راس المنيا 39، فساعتها كانوا هيطلعوا الفقره دي كنوع من انواع انهم يشعلوا العداوه بينهم يعني وكده. بس جون سينا امبارح خلصها على الانستجرام ونزل صوره لوجان بول واخوه جاك بول. خشوا شوفوا الصوره على الانستجرام هتلاقوها على حسابه الشخصي يعني. فاعتقد دي كده خلاص تلميحه واضحه وصريحه انه هيلاعب لوجان بول. اصل يعني جون سينا مش مجنون عشان ينزل صوره لوجان بول كده وخلاص يعني من غير اي هدف، اكيد لا يعني. بس الفكره بقى هنا في انه منزل صوره لوجان بول مع اخوه جاك بول، يعني ممكن يكون بيلمح لمباراه تاج تيم لوجان بول واخوه ضد جون سينا وحد تاني يكون معاه. فده ممكن يكون جدا قصد جون سينا، وممكن برضه ما يكونش قصده كده يعني، ويكون قصده ان هو هيلاعب لوجان بول بس يعني. بس هي لحد دلوقتي ما تتفهمش غير كده ان هو بيلمح لمباراه تاج تيم لوجان بول واخوه ضد جون سينا وحد تاني يكون معاه. اما بقى بالنسبه لجون سينا هيشارك في مباراه الرويال رامبل ولا لا، فخلاص كده اتاكدت ان جون سينا بيصور الفتره دي فيلم او مسلسل مش عارف ايه بالظبط يعني، ولكن مش هيكون موجود في الرويال رامبل. واكبر دليل اصلا على كده انه لما كان موجود في عرض سماك داون ما اعلنش انه هيشارك في الرويال رامبل اساسا، لانه لو كان هيشارك اعتقد كان هيعلن يعني بنفسه. ولكن على اي حال جون سينا مش هيشارك في الرويال رامبل. وبس كده يا معلم، هي دي كل الاخبار اللي طلعت الفتره اللي فاتت. قولي لي بقى في الكومنتات، تفتكر ماكمان ممكن يطرد تريبل اتش الفتره الجايه ولا لا؟ ولو طردوا تفتكر ممكن تريبل اتش يفتح شركه مصارعه خاصه بيه هو وستيفاني ماكمان زي ما انا لسه قايل لكم برضو ولا لا؟ مستني اعرف رايكم في الكومنتات. وما تنساش بقى تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.